احيانا ربنا ممكن يأخر عنك الحاجة اللي نفسك فيها عشان مصلحتك، وانت بتهيالك ان يا رب اتأخر الفرج ليه، يا رب اتأخر الحاجة اللي نفسي فيها ليه. اعرف واحد دكتور في كلية من الكليات، استاذ هو في كلية صيدلة. اعرف هذا الرجل لما دخل الكلية في اول سنة كانت الكلية فاتحة فيها، فكان نفسه يتعين في الجامعة. طبعا الدفعة اللي بتبقى في اول سنة الكلية فتحت فيها في البلد دي، الدفعة دي كلها بتتعين. فهو كان نفسه ان هو بقى الحمد لله حقق حلم حياتي وابقى استاذ في الجامعة، هبقى استاذ دكتور في الجامعة. اول سنة هذا الرجل اعرفه، هو من الصالحين والله حسيبه. يعني دايما كده لما الواحد يقعد جلسة الضحى في المسجد بتاعه تلاقيه مصلي الفجر جماعة وقاعد جلسة الضحى، والله حسيبه ولا نزكي الله احد. فالراجل ده بيقول اول سنة سقط وكان فقير جدا وكان معدم وكان مش لاقي ياكل، فبالنسبة له حس ان احلام حياته كلها اتحطمت وانه خلاص مش هيتعين ودفعة الاحلام راحت منه خلاص، ودخل في حالة نفسية وخلاص بقى وبدأ يكتر الامه. امر لله. الدفعة الاولانية ديت لما وصلت للبكالوريوس فحصل غش، لان كله عارف طبعا ان في تعيين في الجامعة، فبدأ يحصل تسريب امتحانات وغش. رئيس الجامعة اصدر قرار بمنع التعيين في الدفعة دي كلها. مين اللي تعينوا كلهم؟ الدفعة اللي بعدها اللي صاحبنا لولا سقط ما كانش دخل فيها، ولولا سقط سنة ما كانش بقى الوقت استاذ دكتور في الجامعة. انت احيانا بتبص للموضوع من نظرتك انت، ولكن هو عند ربنا حاجة تانية خالص. احيانا انت بتبقى حزين بالمشكلة اللي حصلها لك وهي هتبقى سر سعادتك دنيا واخرة. الانسان نظره قاصر، الانسان ما بيعرفش، مش فاهم القدر، مش فاهم. فاحيانا تأخير الفرج هو قمة الفرج. احيانا ربنا بيقفل الباب بس مش عشان حاجة وحشة ليك، ده عشان قفلة الباب اللي انت نفسك فيه واللي انت واقف بتعيط قدامه واللي انت قلبك مفروم عليه. يا رب انا عايز الباب ده، انا نفسي في ده، ويتقفل بالضبة والمفتاح في وشك وانت مقهور. ليه يا رب؟ يا رب ده كان اقصى حلم ليا في الحياة، وانت مش عارف ان ربنا بيقفله في وشك، لانك لو كنت دخلته كنت هتتحرم من باب اعظم منه 1000 مرة واوسع منه 1000 مرة. كان هيتفتح بعد ما تكون دخلت في التاني وما كنتش هتاخده. ما انتش عارف ربنا عين لك ايه، ما انتش عارف ربنا مدخل لك سبحانه وتعالى في خزاينه وعطاءاته ايه. 10 شلة في الثانوية العامة، ال10 قعدوا يذاكروا طول السنة عشان يجيبوا مجموع ويدخلوا كلية طب. ال10 مموتين نفسهم. اخر السنة 9 منهم جابوا مجاميع صاروخية وواحد منهم ما جابش مجموع. فواحد من التسعة دخلوا كلية طب وال10 دخل كلية تجارة. فواحد من ال9 بيقول صاحبنا صعب علينا وقلنا ان صاحبنا فشل، دخل كلية تجارة، اتخرج من كلية تجارة، اشتغل في التجارة، ربنا فتح عليه، بدأ يجيله اموال، فكر انه يستثمرها في ايه؟ يستثمرها في المجال الطبي، فتح مستشفى كبيرة. التانيين كانوا اتخرجوا وخدوا الماجستير والدكتوراه والقصص بتاعتهم. اللي بيقول من سنين صاحبنا فشل واحنا ال9 دخلنا طب، بيقول بعد سنين احنا ال9 النهاردة شغالين في المستشفى بتاعته، احنا ال9 النهاردة شغالين عنده. يبقى لما منعك الا ليعطيك. اوعى تفتكر ان الباب اتقفل، الباب بتاع الكلية اللي كان عايز يدخلها اتقفل، لان في باب اعظم وباب اوسع وباب اكبر ربنا عينهولك. اليقين في الله، اليقين في الله من اسباب عقليات القمة، انك تبقى انسان قائد في الحياة، انك انت ما تضيعش عمرك في الحسرة والهم والقلق والتوتر، لانك انت مصدق ربنا سبحانه وتعالى. احد المدرسين جاب مجموع قليل وهو في الثانويه العامه. هذا المدرس الان عنده الاف الطلبه، كل طالب بياخد منه الاف الجنيهات. يعني المدرس ده دخله مثلا في السنه مثلا حوالي 20-30 مليون كده في السنه الواحده بس من الثانويه العامه. بيقول للطلبه بتوعه، بيقول لهم انا في الثانويه العامه كنت هموت عشان ادخل كليه معينه وما جبتش مجموع، ورضيت باي كليه، في الاخر مش عارف اجيب حتى الانتظام، وحاجه مأساة وعايش معذب وهو مش عارف. هو الوقت لو اتعرض عليه اي كلية تانية هيقول لك لا يا عم اللي انا فيه ده مفيش حاجة احسن منه، انا ما كنتش اتخيل ان ربنا يفتح. انت ما انتش عارف
ربنا بيختار لك ازاي، وربنا بيرتب لك ازاي، وربنا بيدبر لك ازاي. يا عم ارضى، يا عم ثق في ربنا، يا عم سلم امورك لله وفوض امورك لله. القضية مش كلها بتدار بحساباتك انت. ويدعو الانسان بالشر دعاءه، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. انسان يا رب اتجوز فلانة وفلانة دي لو اتجوزها هتبقى سر جحيم حياته كله. ما انتش عارف، انا لو ما اتجوزتش فلانة هضيع، انا لو ما دخلتش الكلية الفلانية هموت، انا لو ما تعينتش في الوظيفة الفلانية ههلك. هو ده سبب التعاسة في الدنيا كلها، انك تعلق سعادتك باي شيء غير الله، فيكون ما تعلق قلبك به من دون الله هو سبب تعاستك، هو سبب انك ما تبقاش عايز سعيد في الحياة. ما تعلقش قلبك في السعادة ولا في النجاح الا بالله. خلي عندك رضا، واجعله رب رضية. خلي عن اللي متجوز واحدة متوسطة الجمال راضي بيها، بتهياله ان هو خد واحدة من اجمل جميلات العالم. وفي ناس متجوزة جميلات فاتنات والبيت جحيم، لانه هو متهياله ان مراته مش حلوة. ولانه القصة في الرضا، اللي بيحل عينيك في اللي بيحل الدنيا في عينيك رضاك. الرضا السكر بتاع الدنيا هو الرضا. على قد ما انت راضي، على قد ما انت راضي باللي ربنا اداهولك واللي ربنا اختارهولك، على قد ما انت عايز سعيد في الحياة. مش الرضا السلبي، مش الرضا بتاع سيبها سبهلله، الرضا بتاع ان انا اشتغلت وتعبت وكفحت واجتهدت، واللي يحصل بعد كده انا راضي يا رب، انا راضي باختيارك ليا يا رب. انا لو ادوني ورقه وقلم وقالوا لي ارسم الملامح اللي نفسك فيها، مش هقول كنت نفسي يبقى عينيا ملونه، ولا كان نفسي يبقى طولي كذا، ولا كان. انا يا رب هختار الملامح اللي انت اخترتها لي. انا يا رب لن اختار لي نفسي الا ما اخترته لي، بس على شرط انك تبقى اجتهدت مش قصرت ولعبت. حنفاء، فأقم وجهك للدين حنيفا.